بتخدم شركات الطيران اللي موجودة في المنطقة وفي المطار، واحنا شركات تابعة لوزارة الطيران. وبيهمنا جدا ان يكون النادي هو بيخدم اولاد الاعضاء، دي المرتبة الاولى. وطبعا انا يعني بكلمك دلوقتي انا بشكر قناة الاهلي اللي عملت اليوم الجميل دوت في قلب النادي. بشكرك انت بصفة خاصة وشرفتونا، وزي ما انت شايف النادي كده في نشاط مستمر، وان شاء الله ربنا يسهل وتستمر النشاط دوت في وجود رئيس مجلس إدارة النادي الكابتن محرم الراغب، وده علم من ضمن أعلام النادي هنا، هو علم رياضي كبير فاحنا بنعتز بيه كمان. النهارده صدد يعني ختام الدورة الرياضية لشركة ميناء القاهرة الدولي، إحدى شركات وزارة الطيران المدني. والنهارده انتم مشرفينا يعني، وفي نادي ايروسبورت أحد القلاع الرياضية في قطاع الطيران المدني، ودي بتكمل المنظومة اللي بدأت في الطيران المدني، بتكمل الخدمات الممتدة للعاملين في الطيران المدني، منها الرياضة ومنها الثقافة ومنها الحضانة ومنها كل الأنشطة المرتبطة بالترفيه عن العاملين في الطيران المدني وأولادهم وأحفادهم. ودي بتكمل المنظومة بحيث يعني ما يكونش فيه حاجة كان ممكن تعمل في الطيران المدني وما تعملتش. ده نهائي الدوري اللي عملناه بين القطاعات في شركة المينا، ويمكن الفريق اللي موجود في الملعب دلوقتي ده فريق الكبار يعني اللي هو بنسميه اوفر 40. الزملاء مازال عندهم نشاط ومتعاونين ومتضامنين جدا لنجاح اليوم النهارده والنشاط الرياضي اللي موجود يعني. اكيد نادي ايرو سبورت ليه دعم كبير قوي في بطوله زي دي. طبعا نادي ايرو سبورت الحقيقه ومحرم بيه يعني عاملين دعم جامد جدا للفريق بتاعنا وللنشاط الرياضي اللي موجود. والنادي الثاني طبعا متنفس لشركه المينا. يمكن احنا سياده الوزير مهتم جدا بالنادي، وفي تطوير للنادي دوت على فكره على مساحه حوالي 150,000 متر موجوده في الناحيه الثانيه من الطريق، وهتشمل ان شاء الله في كل النشاطات، وهيبقى في استاد اولمبي، وهيبقى حاجه يعني مفخره لقطاع الطيران ان شاء الله. احنا كفنانين رسالتنا ان احنا نبقى متواجدين في اي احتفاليه، وبالذات يعني في الاوقات اللي احنا فيها، عشان نعرف الناس ان احنا مصر امنه باذن الله ومفيش اي مشاكل ان شاء الله. حضرتك طبعا مساندتك لعوده النشاط الرياضي الكروي في مصر. لازم النشاط الرياضي والنشاط الثقافي لازم هم عنوان اي امان في اي دوله. على تألقك النهارده بقى في المباراه. اقل حاجه عندي انت عارف يعني احنا قدامنا فرقه برضو تقيله قوي، انما كانوا خافين علينا يعني شويه، فكان اللعب شكله حلو يعني. اي حاجه مصر عايزانا فيها يعني. النهارده الاحتفاليه دي مش معموله لمصر للطيران او هيئه المينا، دي معموله لمصر وللسياحه، ولابد من تواجد الفنانين. انت عارف موجودين في اي مكان الناس بتحب انهم تشوفهم، فدي رساله للعالم كله ان مصر امنه، وان السياحه رجعت لمصر، وان النشاط الرياضي هيرجع لمصر. وان شاء الله بعد يوم 14 و15 بعد ما كل المصريين يخرجوا يقولوا نعم للدستور، مصر هتسوق قطار الاقتصاد وتجري بيه جري، لان هي دي مصر وهو ده اللي احنا عايزينه. اللي بيحب مصر بجد يتفانى في انه يعمل اي حاجه لصالحها.